السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. وصفتنا لهذا اليوم كباب دجاج بطريقة جدا سهلة وسريعة والطعم رهيب. أعزائي، إذا أول مرة تشوفون القناة أهلا وسهلا بكم، وأتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون زر الجرس حتى يصل لكم كل ما هو جديد بالقناة. عندي هنا صدر دجاج وربع كيلو من اللية، وعندي الخضار 1 حبة من البصلة والفلفل والطماطة ونص باقة من الكرفس و3 فصوص من الثوم والبهار، فلفل وملح وبابريكا. انتي جبتي هنا المثرمة وراح أثرم الدجاج. مثل ما تلاحظون بعد ما انتهيت من فرم الدجاج راح أضيف عليها ربع كيلو من اللية وراح أثرمها كل زين. هنا أنا بعد ما انتهيت من فرم الدجاج مثل ما تلاحظون الثرم كلش ناعم، راح أخليه على صفحة وراح أبدي بثرم الخضار. هنا أنا من نفس المثرمة راح أضيف عليها 1 حبة من البصل و1 حبة من الطماطة و1 حبة من الفلفل ونص باقة من الكرفس و3 فصوص من الثوم، وراح أخلطها كل زين. هنا أنا راح أثرمها مثل ما تلاحظون ثرمتها، وراح أنشفها من المي مال الخضار وراح أضيفها إلى الخليط. هنا أنا راح أعجنها زين وراح أبرش 1 ليمونة كاملة. الليمون راح يعطيها نكهة كلش طيبة ويوخر الزفارة مع الدجاج. هنا أنا راح أضيف البهار 1 ملعقة كبيرة من العفو 1 ملعقة صغيرة من البابريكا و1 ملعقة صغيرة من الفلفل و1 ملعقة صغيرة من الملح. هنا ضفت 2 ملعقة كبيرة من الطحين، وهذا مي الخضار اللي راح أشكل بيه عجين الكباب. مثل ما تلاحظون هنا شكلته كل زين وراح أخليه بالأوفن. هاي انتهت عندي الكمية وراح أشيله وأخليه بالأوفن. هنا أنا عندي بصلة كاملة قطعتها لشرائح ونص باقة من الكرفس ثرمتها وخليتها عليها، وضفت عليها ملعقة كبيرة من الصماق ورشة من الملح. هاي المقبلات الرئيسية مال الكباب. هنا أنا راح أطلع الكباب من الفرن وراح أضيفه، وهذا شكله النهائي علينا وعليكم بألف عافية. أتمنى تجربون هاي الوصفة وتدزولي الصور على إيميل القناة. إن شاء الله تعجبكم هاي الوصفة. أتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون زر الجرس حتى تعلى القناة بوجودكم ومشاركتكم، وألف عافية على قلبكم.